هما اتأخروا كده ليه؟ مفتاح الشقة. هي دي بقى فرصتي. يتأخروا ولا يولعوا؟ أنا هاخد بعضي وامشي. ايه اللي مرات عمي بتعمله ده؟ وبتكلم مين؟ وايه الخط اللي بتلفه ده؟ وهي عايزة حياة ماما متكعبلة ليه؟ خلصت يا منى ولا لسه؟ يا منى انا خلصت. أيوة يا حبيبي، وأنا كمان خلصت أهو جاية. أنا وراك أهو خلصت. يلا. انتي مستنيه حد يا حبيبتي؟ أنا مش مستنية حد، الباب بيخبط، خلي بالك. الباب بيخبط، انتي مستنيه حد ولا ايه؟ يا ترى بس مين اللي جاي دلوقتي؟ لا اكيد انتي على الشقه، انا خلاص اهو، انا رايح اهو. انتوا خارجين ولا ايه؟ وانا جيت في وقت مش مناسب ولا حاجة؟ لا يا حبيبتي، ده انتي تنوري اي وقت، ده بيتك ومطرحك، اتفضلي اقعدي اتفضلي. يا نهار ابيض، ده احنا زرنا النبي يا هدى والله. بقول لك ايه يا احمد، انا خلاص عيشة اخوك دي ما عدتش قادرة استحملها، ولا بيصرف ولا بيسيب مصاريف، بجد انا مبقتش قادرة استحملها. انا عايزة حل، حتى انا قلت اصبري اصبري يا بنتي، يمكن اتعدل، ضغط شغل، ضغط ظروف، دخل علينا الشهر الكريم زي الزفت، صبرنا، دخل علينا العيد الكبير وخلص زي الزفت. انا ما عدتش قادره استحمل يا احمد، وانت عارف عيشه اخوك وقرفها. شوف لك حل يا احمد، انا تعبت، انا هسيب لك البيت وامشي واشبعه بقى. طب اهدي يا حبيبتي واقعدي، وليها حل ان شاء الله. اديني قاعده، الناس كلها يا احمد قاعده في بيوتها ومرتاحه، انا مش مرتاحه. ده بيدوخني علشان يسيب جنيه، بفضل اجري وراه زي الشحاته واتشحتف، ويجي يقول لي دبري نفسك. طب ادبر نفسي منين يا احمد؟ اقول له طب سيب مصاريف زيك زي الناس يا ابني، اتعامل بما يرضي الله. قرفت، انا تعبت، انا قرفت. العيشه دي انت ترضاها على بنتك يا احمد؟ انت ترضاها على اختك يا احمد؟ شوفوا لي حل، لان انا تعبت. لا اله الا الله، والله يا هدى ما انا عارف اقول لك يا هدى، يعني وانت هتتجددي على اخويا يا هدى؟ انتوا متجوزين يا هدى بقالكوا 15 سنه يا هدى، مش هتتجددي عليه يا هدى؟ ايوه يعني اعمل ايه يعني؟ هفضل لحد كده امتى؟ لما هو مش قد الجواز والعيشه، اتجوز ليه؟ جه طلب ايدي انا من اهلي ليه؟ ايه ده؟ انتوا خارجين؟ ورايحين فين بقى ان شاء الله؟ رايحين نتمشى شوية، يعني هنجيب شوية طلبات وهنيجي على طول يعني. احمد، ممكن ثانية بس، عايزاك جوه في كلمة. طيب يا منى، ثواني يا هدى، ثواني يا هدى ورجعت. وبعدين هنتننا قاعدين كده لبكرة ولا ايه؟ هما اتأخروا كده ليه؟ مفتاح الشقة. هي دي بقى فرصتي. يتأخروا ولا يولعوا؟ أنا هاخد بعضي وامشي. صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما. ايه ده؟ انتوا نازلين؟ نازلين، بس هنقضي شويه طلبات وجايين على طول. بقول لك ايه، روح حطي حاجه ساقعه، مرات عمك قاعده بره، احنا جايين وراك اهو، يلا بقى بسرعه. مرات عمي مين؟ انا كنت لسه بشرب ميه من التلاجة ما لقيتهاش بره، باين عليها مشيت يا بابا، انا لقيت باب الشقة مفتوح فقفلت. مشت، يلا الحمد لله، جت من عند ربنا يهدي سره. قوم يلا يا منى عشان يلا يا اخويا يلا، تلاقيها مشيت ومقهورة زعلانة من اللي اخوك عامله. يلا علشان نلحق ونيجي نشوف حل. يلا انا داخلة انام شوية وعلى ما تيجوا، ما دام انتوا ماشيين. باي. بابا، انت ايه الزرقاء اللي انت لابسها دي؟ ايوه انا جوه الشقة دلوقتي ومعايا الخيط اللي انت قارية عليه. ايوه. لا انا متأكدة ان هم خرجوا، مفيش حد هنا. ايوه لا هم خرجوا مشوا. متأكدة، ما تقلقيش، خليكي بس معايا واحدة قوليلي اعمل ايه بس. تمام ماشي. طب بصي، اهدي عليا، انا لسه داخلة من الشقة. لا انا مش هتأخر، انا مش عارفة هما هيتأخروا ولا ايه. بصي انا عايزة حياتهم متكعبلة. بصي انا عايزة الخيط ده، بصي يلف عليهم، يكعبل لهم حياتهم زي ما انتي قلتيلي.
لا حاضر، اهم حاجه الخيط ما ينقطعش. طيب طب بصي، الف على الترابيزه والف حوالين كل حاجه هما بيقعدوا عليها. طب خليكي معايا وهعمل واحده واحده، انا معاكي اهو. ايه يا حبيبي؟ ايه ما انت فين يا ابني؟ وايه الموضوع بتاعك ده؟ كل شوية مزعل هدى، كل حوار كل اسبوع يا ابني. انت فين بس وانا جيلك؟ انا جايلك اصلا على المحل. ايه؟ ليه قفلت؟ طب انت فين؟ طب تعالى لي على البيت، كويس ان انت اصلا رنيت، انا لسه ما طلعتش من البوابة اصلا. طيب انا كنت جايلك والله انا ومنى. طيب خلاص، لا لا لا، تعالى لي على البيت انا مستنيك. بقول لك ايه، قبل ما تقفل هات هدية حلوة كده وانت جاي. لا تعالى لي على البيت الاول، ما تطلعش على شقتك، انا مستنيك. ماشي خلاص انا مستنيك، يلا يا منى، يلا احنا طالعين، هو جاي اهو. وانا خلصت كل حاجه زي ما انتي قلتي، انا خلاص ماشيه، انا على الباب اهو. اه عايزه حاجه قبل ما امشي؟ خلاص كده تمام. يا نهار اسود، اقفلي اقفلي، ده باب الشقه شكله بيتفتح، اقفلي اقفلي، عمال هستخبى. الواحد ما نزلش خطوة وراجع مش قادر، ده احنا ما طلعناش من بوابة، ونبعت لي شوية مية ساقعين، الحر والرطوبة مفرهدين الواحد، وحقك عليا، حقك عليا على الخروجة دي، والله هعوضها لك. والله يا احمد انا ما زعلانه على الخروجه اللي ضاعت، انا زعلانه على هدى وبهدلتها. هدى بنت ناس وطيبه، ما تستاهلش كل اللي بيحصل لها ده يا حاج. بجد تشد عليه اول ما يجي. يا لهوي، يعني لازم يعرف ده انا طلعت مؤذيه بشكل الناس يبهدلهم. يعني هم سابوا حالهم وبيدوروا على سعادتي. احمد قبل ما تقوم وتقلع هدومك، لو اخوك خليك لابس، عشان اخوك لو ما جابش هديه وهو جاي انزل هات هديه وراضيها، يخسى عليا وعلى القرف اللي انا فيه. لا انا لازم اطلع اعترف لهم بكل حاجه، لازم اطلع اعترف لهم بغلط عشان يسامحوني. هدى؟ هدى انتي دخلتي هنا ازاي؟ ايوه انا عاوزه اعترف لكم بحاجه، انا عملت لكم عمل في كل حته. ايوه عشان انا بغير منك وبغير منكم وبغير من حياتكم، انا اذيتكم، حقكم عليا سامحوني. انا عملت لكم عمل على الكنب وعلى الكراسي وعلى الترابيزات. ايه اللي بتقوليه ده؟ اعمل ايه؟ اعوذ بالله، ايه القرف ده؟ شيلي يا ست الحاجات اللي انت عاملاها دي، شيلي. ايوه انا كنت عايزه اذيكم، بس بعد ما سمعتكم وان انتوا بتدوروا على سعادتي قررت ان انا اعترف لكم واتمنى انكم تسامحوني. ايوه يا بابا، انا شفت طنط وهي بتعمل حاجات غريبه هنا من ورا الستاره، وكلمتكم كتير تليفونات غير متاحه، وانا كنت خايفه ودخلت الاوضه. لو انت مكاننا كنت انت هتسامح؟ نشوفكم على خير في فيديو جديد، تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات وتقولوا لنا انتوا عايزين مننا ايه الفيديو الجاي. نشوفكم على خير، باي.